السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد وفيديو جميل يا جماعة. وفي الفيديو بتاعنا النهاردة هنشاهد مع بعض الإعلام التونسي بيتكلم كلام عن الجيش المصري وعن قوة الجيش المصري، لكن الإعلام قال إيه بقى عن الجيش المصري؟ كلام مهم جدا. تعالوا بينا مع بعض على طول نخش نشوف الفيديو ده ونرجع تاني، يلا بينا. من غزة سيد العميد توفيق ديدي، ماذا يحدث في سيناء في مصر سيد العميد؟ استناني قبل كل شيء انا ذكرت حاجه وقلت لكم راهو باش نجيب الدوكيومون وزاد تاكد انه خرج على النت بعد احداث سبتمبر 2011. الجنرال ويسلي كلارك اللي هو كان امين عام الناتو وقتها لوطان، نادوه عيطوا له في البنتاغون وزاره الدفاع الامريكيه واعطوه امر عمليات. ايش فيه امر عمليات هذيا؟ هو اندهش وقت اعطاه امر عمليات هذيا، اندهش. الامر هذايا فيه هو أن أمريكا قررت إسقاط 7 أنظمة عربية بالترتيب: العراق، لبنان، الصومال، السودان، ليبيا، سوريا وإيران. هذوما الورقة السيد هذا راهو خرج، راهو أباح بالسر، هذا نعرفوه من قبل احنا، أما هو تو تكلم خاطر شاف الأمور ماشية في اتجاه مشبه. إذن من 2001 قررت أمريكا القضاء على الأنظمة التالية: العراق، لبنان، الصومال، السودان، ليبيا، سوريا. كي نشوفوا وإيران، كي نشوفوا اليوم المهمة أنجزت بنسبة 90%، مازالت لهم كان إيران. هذايا جنرال ويسلي كلارك أمين عام الناتو، مش اللي يجي جنرال 5 نجوم، وهو خرج توا لأنه يحب يتخلص من وزر عليه. قالها قدام الناس الكل: راهو المخطط هذايا راهو قديم باش نعرفوا ولا احنا وين ماشيين. توا احنا على مدار 14 شهر نقولوا يا رب احذروا، ردوا بالكم، لا تمدوا ايديكم الى الافعى. هاي مصر فاقت اللي مدت يدها الافعى، واليوم طالبوا منها انها تقبل اهل غزه مره اخرى في سيناء وتحل الابواب لقبول اكل زوز ملايين معناها غزاوي وتحطهم في سيناء. ورفض المصريون لانه يعرفوا العمليه هذه عمليه ستدمرهم، ومعناها اقتحموا الخطوط الحمر كلها. اليوم القوات المصريه تناور في سيناء اللي هو راهو حسب معناها الاتفاقيات ممنوع. لكن بما انه اسرائيل دخلت الخط فيلادلفيا ومصر سكتت وقلت لك راهو خطا استراتيجي، هاي اليوم تخلص الخطا هذايا تدارك الخطا. لقد تداركت الخطا وقامت الان بمناورات كبرى، لان مصر احست الان انه الدور سيأتي عليها، وسيحاول هؤلاء يعني اللي عملوه في أماكن أخرى في الأنظمة اللي كنت تقول فيها توا ربما يعملوه في مصر. واليوم معناها الحمد لله أنهم استفاقوا وأنهم باش يوقفوا البرنامج هذايا اللي زاد أكد عليه ترامب، أكد عليه يوقفوه. ومناورات الجيش المصري التي يترأسها وزير الدفاع بنفسه تقول رسالة قوية لإسرائيل أننا لن نقبل بتهجير سكان غزة إلى سيناء، وزاد لن نقبل ب يعني تقويض استقرار مصر، لأنهم حركوا الأيام. تعرف شكون هم أذنابهم؟ معروفين، هم الإسلام السياسي مع الأسف نقولها، أذنابهم في كل مكان، بدوا يحركوا فيهم وطلبوا منهم معناها بالقوي باش يتحركوا، ويعني يصير في مصر ما صار في سوريا، لكن تداركوا الأمر قبل فوات الأوان. الضفة الغربية، غزة، سيناء، شو صاير لهنا سيد العميد؟ غزة توا راهو قاب قوسين أدنى من الاتفاق، لأنه معناها بالنسبة لهم لما قطعوا الشريان اللي حكيت عليه، شريان الأسلحة اللي جاي من إيران إلى يوصل معناها إلى لبنان، ثم معناها بطريقة أخرى إيران، سوريا، لبنان، وحتى غزة شكون أعطاها السلاح، المتفجرات وسلاح. إذن وقت يقصوا شريان اليوم الأمورات واضحة بالنسبة لهم، يكفي باش يوقفوا معناها وباش يمشيوا لصفقة تبادل. ولكن نذكرهم اللي غزة هذه مرة السياسة تضرب ثم تنهض من الركام وتعاود تبني روحها وتعاود تبني المقاومة، لأنه بكل بساطة المقاومة فكرة. المقاومة فكرة. شفت سماح، أنا انتقدت كثيرا النظام المصري والسيسي رأسا في وقت ما، وحتى بطريقة حادة جدا، وكنت نتمنى أن يفيقوا قبل ما تقع الفاس في الرأس.
لو وصلتوا معانا لحد كده يا ريت ما تنسوش تكتبوا لنا رايكم في الكومنتات وتقولوا لنا ايه رايكم في الكلام الحلو اللي احنا بنسمعه مع بعض ده يا جماعه. بصراحه كلام مشرف جدا. تعالوا بنا مع بعض نخش نكمل الفيديو ونشوف احداث طبعا اللقاء. يلا بينا. ولكن يظهر انه فاقوا وتحركوا في الاتجاه الصحيح ان شاء الله. حكيت مناورات الجيش المصري في سيناء. نعم. يعني ما المغزى من هذه المناورات سيد العميد؟ مش المغزى برك، حتى نوعية الأسلحة اللي تم نقلها إلى شرق، يعني المكان اللي هو ممنوع، المنطقة اللي هي معناها بالاتفاقيات تدخلوش، هو رسالة موجهة أننا قادرون، لأنه نتكلم على أسلحة هجومية، نتكلم على دبابات، نتكلم على مدفعية، نتكلم على صواريخ، يعني أنواع الأسلحة اللي هي تردع الغير، فهمتني؟ لأنه راو ما ننساوش، حبينا ولا كرهنا، راهو الجيش المصري جيش قوي وقوي جدا. واكلي وقتي قلت انا ثم شكون كاتب مدونه قال كيفاش العميد يقول في 6 ساعات وقت اللي صار طوفان الاقصى، وظهر حقيقه الجيش هذايا الصهيوني لو كان جات الجيوش العربيه واقفه والله اقل من 6 ساعات، لانه مسافه صغيره تضرب ضربه كبيره، الصهاينه ضربوا ضربه كبيره وكانت لنا فرصه ذهبيه فلتناها مع الاسف. وبكده يا جماعه نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا النهارده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك الفيديو واشتراك في القناه عشان يوصلكم كل جديد. وبصراحه الكلام طيب وكلام جميل جدا يا جماعه، وبنتمنى طبعا يا جماعه يعني بص كده الامن والاستقرار والامن والحاجات الحلوه طبعا لمصر يا جماعه، صح ولا لا؟ الحاجات الحلوه حلوه قوي الحاجات الحلوه دي. بقول لكم ايه، الفيديو خلص سلام.